بيقولوا إن الخير دايما بينتصر على الشر، واللي نيته كويسة دايما ربنا بيقف معاه وبيسيبهوش أبدا. عشان كده النهاردة هحكيلكم قصة جميلة، تابعوني للآخر وهتعرفوا ايه أحداثها. كان يا مكان في دولة صينية، كان في مجموعة أصدقاء، 4 أصدقاء، واحد اسمه سينج، والتاني بينج، والتالت كاو، والرابع ماو. كانوا هما ال4 أصدقاء وكانوا عايشين مع بعض. في 2 منهم كانوا بيميلوا إن هما يبقوا أشرار بيحبوا الشر، وكان في واحد اللي اسمه ماو كان بيحب إن هو يحب دايما الخير للناس ويحب دايما إن هو يعمل الخير. أما كاو ده كان بين البنين، شوية يحب الشر وشوية يحب الخير. في مرة سينج وبنج اللي بيحبوا الشر قالوا لماو وكاو ايه رأيكم لو نسرق، نبقى حرامية ونسرق ويبقى عندنا فلوس كتير. فراح ماو قعد يقول لهم ازاي ازاي عايزين تبقوا حرامية؟ السرقة حرام واكيدا اخرها هيكون وحش. فراحوا قالوا له احنا عايزين نسرق عشان نبقى اغنياء في فترة قصيرة، هتنضم معانا ولا لا؟ قال لهم لا، انا مش هاجي معاكم. اما كاو فكان متردد، بس بعد ما اصروا عليه وكده راح بقى معاهم. وراح ماو ساب لهم البيت وقال لهم اعملوا اللي تعملوه وانا مش هكون معاكم. راحوا قالوا احنا لازم نتخلص من ماو ده، عشان لو سبناه اكيدا هيفتن علينا في اسم البوليس ونتسجن. فقالوا احنا نعمل خطة ان واحد مننا يروح له ويقول له ان احنا خلاص تبعنا كلامه وهنمشي في طريق الخير ومش هنعمل الشر. ففي واحد منهم راح له وقال له خلاص يا ماو احنا اقتنعنا بكلامك ودايما هنمشي في طريق الخير وخلاص مش هنسرق. فراح رجع وهو فرحان وقال لهم اخيرا اقتنعتوا بكلامي وكده. راح تاني يوم راحوا كانوا عاملين خطة وجابوا له واحد اسمه سونار ده جه وراح قال لهم في واحد أول حرف من اسمه ميم، وهو بشرته لونها أبيض، وده أنا ليا زمن بدور عليه علشان هو الوحيد اللي يقدر يفتح المغارة الذهبية اللي في بلاد الكهرمان. راح مين اللي سمع الكلام؟ ماو وكاو. راح طلع ماو وقال له قصدك عليا؟ قال له انت اسمك ايه؟ قال له اسمي ماو، وبص على وشه لقى بقى ابيض خالص. فراح قال له ايوه اخيرا لقيتك، انا ما كنتش لاقيك خالص، ده انا دورت عليك في كل مكان. راح قال له انت مطلوب منك خدمة، انك انت الوحيد اللي تقدر تفتح المغارة الذهبية الموجودة في بلاد الكهرمان. قال له طب ودي فين مكانها؟ قال له انا هديك حصان وهديك علبة مليانة 100 حبة ذهبية، كل ما تقابلك مشكلة في الطريق وكلت حبة من الحبوب دي هتتحل المشكلة معاك وهتقدر توصل لبلاد الكهرمان. راحوا جابوله حصان قوي جدا وركبوه عليه وادوله العلبة الذهبية اللي فيها 100 حبة ذهبية وقالوا له روح وافتح المغارة الذهبية. بعد ما مشى كلهم قعدوا يضحكوا وقالوا اخيرا اتخلصنا منه. راحوا قالوا لسونار بس انت اديت له علبة فيها 100 حبة ذهبية واكيدا دي هتحل له المشاكل زي ما انت قلت له. قال لهم لا، ده دي فيها 100 حبة سامة، اي حبة هياكلها منهم هيموت في الحال. مشى ماو على الحصان
وقعد ماشي ماشي، وراح هو وماشي كده راح لقى غبار كثيف جدا قدامه. عرف ان في ناس جاية بالحصنة بتاعتها. راح قال اكيد ان دول لصوص او حاجة، وراح استخبى فوق الشجرة وساب حصانه تحت. طلعوا 100 واحد، 100 واحد حرامي راكبين على خيول، وكلهم معاهم مجوهرات وبضايع وحاجات كتير. فراحوا شافوا الحصان بتاع ماو وقعدوا يدوروا في الحاجات بتاعته لغاية ما لقيوا العلبة الذهبية اللي فيها 100 حب. راحوا جروا المكتوب على العلبة، لقيوا إن في موجود 100 حبة ذهبية جوه العلبة. أي حد هياكل حبة من الحبات دي هيبقى في قوة الأسد. فراحوا قالوا طب ما نجرب ناكل الحبوب دي، كل واحد فينا ياخد حباية عشان نبقى في قوة الأسد ومحدش يقدر يهزمنا أبدا. راح كل واحد فيهم كل حبة، وراح بعديها بشوية ماو شايفهم كلهم نايمين. عدى اليوم وجي تاني يوم وهو مستخبي فيه الشجرة عايزهم يقوموا يمشوا ولا حاجة، لغاية ما الحصان شد واحد من هدومه كده وما تحركش ولا حاجة. قال أكيدا دول ميتين أو حاجة. نزل من الشجرة قعد يقلب فيهم، لقى كل واحد مطلع لسانه على جنب، وفيه اللي مطلع مادة لونها أخضر. قال ده شكلهم ماتوا. وراح بيبص على العلبة اللي فيها الحبوب الذهبية لقيها فاضية. قال هما 100 وكان فيه 100 حبة ذهبية، يبقى الحبوب دي سامة، يبقى أصحابي كانوا عايزين يتخلصوا مني. بيبص على الحصنة بتاعتهم لقاها مليانة مجوهرات وذهب وفلوس وكل حاجة. وبيبص على الذهب وكده مكتوب دولة البيسان. قال أنا لازم أرجع الذهب ده لأصحابه، لازم أرجعه لملك البلاد بتاعت دولة البيسان. خد الذهب وخد الحاجات وخد الحصنة وراح راح بيهم في دولة البيسان. شافوا الحارس قال له أنا عايز أقابل الملك. راح الملك قال دخلوه. راح ماو حكاله كل اللي حصل له، وقال له ده أنا لقيت الحرامية 100 واحد حرامي سارقين المجوهرات والذهب دي من هنا من دولة البيسان. قال له شكرا ليك، انت راجل أمين، وانا هعينك وزير هنا في المملكة. ما كانش مصدق نفسه ماو، وقال له كل شهر هديك 1000 عملة ذهبية. هو من الصدمة ما كانش عارف يرد. فراح الملك قال له خلاص أزودهم لك، أخليهم لك 1300 عملة ذهبية. قال له لا خلاص هما كويسين قوي 1000 عملة ذهبية. عاش ماو عاش ماو في البلد دي برتبته الجديدة، وكان سعيد جدا. ففي أعوان الملك أول ما شافوا ماو في يوم وليلة هو الوزير وهم ليهم سنين كتيرة، الملك ما قالهمش انتوا تبقوا الوزراء ولا حاجة، حبوا ان هم يتخلصوا منه. راحوا للملك وقالوا له احنا عايزين نكتشف قوة ماو. ايه رأيك يا ملك انك تبعت ماو يقاتل الأسد الرهيب الموجود في الغابة؟ قال لهم بس الأسد ده خطير جدا وأي حد بيروح هناك بيموته. قالوا له ما احنا عايزين نعرف ماو، مش بتقولوا عليه شجاع، عايزين نعرف هل هيقتل الأسد ولا الأسد هيقتله. وقالوا له كمان لازم يصارع الأسد بعصاية صغيرة بيكون سنها مدبب. راح الملك اتكلم مع ماو وقال له لازم تروح تقتل الأسد الموجود في الغابة. ماو كان خايف، ازاي انا هقتل الأسد عملاق زي كده؟ بس راح الغابة، راح لقى أسد ضخم جدا وعملاق. راح بيبص كده، أول ما شافوا الأسد راح الأسد بقى يقرب منه، هو يرجع لورا لغاية ما لقى وراه شجرة عملاقة. راح قاعد يطلع على الشجرة
والأسد مستنيه تحت. هو بيطلع على الشجرة ومعاه العصاية، راحت العصاية وقعت منه ودخلت في بق الأسد. راح الأسد بقت العصاية دلوقتي اتلزقت بين لسانه وسقف بقه، مبقاش عارف يقفل بقه، وقعد يزقر بصوت رهيب، والناس من الخوف من صوت الأسد كله دخل في بيوته، وما بقاش في حد بره. فراح ما وقعد فوق الشجرة وقاعد يدعي ربنا ويقول يا رب، يا رب اقف معايا، يا رب نجيني، يا رب انا غلبان، يا رب اقف معايا يا رب. راح الأسد ده بقى قاعد يزقر، وكل مدى الدم ينزل من بقه. قعد كذا ساعة على الحال ده لغاية ما الدم اتصفى من جسمه ومات. بيبص كده ماو من الشجرة لقى الأسد مرمي على الأرض وجثة هامدة. نزل من الشجرة وراح عند الملك وقال له أنا قتلت الأسد. الملك ما كانش مصدق، قال له ازاي مش عارف قال له لو مش مصدقني تعالى معايا. راح الملك هو وأعوانه وراحوا بيبصوا كده لقيوا الأسد مرمي على الأرض جثة هامدة. ما كانوش مصدقين، ازاي انت تقتل الأسد؟ فراح بعدين الناس جاء الملك طلب ان الناس كلها تيجي تشوف الأسد هو ميت، عشان الأسد ده كان مربي لهم رعب كبير في الدولة. راح كلهم اتخذوا ماو ده بطل قومي ليهم. اي حد كان يخلف ولد كان يسميه ماو، واي واحدة كانت تخلف بنت كان يسميها ماوية تيمنا لاسم. وراح بعد فترة الملك ده قبل ما يتوفى كان عنده بنت اسمها شمس النهار، وطلب من ماو ان هو يتجوزها. وراح راح اتجوزها ماو، والملك اتوفى وبقى هو ملك البلاد. ومرة هو وقاعد هو وشمس النهار حكالها قصته القديمة، ان هو كان زمان كان معاه صحابه وكانوا ان هم عايزين يمشوا في طريق الشر ويبقى حرامية، وهو منحهم وكانوا عايزين يتخلصوا منه. فلما حكالها اتأثرت وقالت له انت ربنا نجاك علشان انت نيتك صافية وانت واحد طيب. قال لها بس انا نفسي اعرف هم حصل لهم بعد ما انا سبتهم ومشيت. قالت له طب رأيك نروح البلد اللي انت كنت فيها ونتنكر في لبس تجار ونسأل عنهم؟ قال لها فكرة. راحوا واتنكروا في لبس تجار وقعدوا يسألوا عنهم. كل حد يسألوا عنهم يقول لهم أنا معرفش مين دول. محدش كان عارف مين دول. بعد خلاص ما يأسوا إن هم يلاقوهم، راحت شمس النهار قالت للملك ماو رأيك احنا في مكان نسينا نسأل فيه. قال لها هو؟ قالت له دار العدالة اللي هو الاسم. فراح قال لها فكرة تعالي نسأل. راحوا هناك وسألوا الضابط عليهم، راح ورالهم صور مجرمين كتير. راحوا هما وبيبص في الصور راحوا لقيوا صورتهم هما التلاتة موجودين جنب بعض. قال له أيوة هما دول. قال له للأسف هما التلاتة ماتوا. قال له ازاي؟ قال له هما التلاتة دخلوا السجن، 2 كانوا عايزين يهربوا، هما وبيهربوا راحت الشرطة جت تمسكهم، قعدوا يضربوا فيهم وكده لغاية ما الشرطة قتلتهم، وواحد مات في السجن. اتأثر ماو جدا، بس حمد ربنا ان هو ما مشاش معاهم في الطريق الغلط اللي كانوا هيمشوا فيه. رجع ماو وشمس النهار القصر بتاعهم، وماو ده كان ملك عادل وطيب، كل الشعب كان بيحبه، وبقيت اللي هو خلى كل البلد تشتغل، كل الناس تشتغل في البلد، حتى الستات في بيوتها كان خلاها تشتغل شغلانة الصناعات اليدوية اللي تتعمل في البيت، والرجالة بقيوا يشتغلوا بره، وكل الناس بقيت تشتغل في الدولة بتاعته. ولما كل الناس اشتغلت زادت الإنتاج، وأصبحت دولة البيسان أفضل دولة وأغنى دولة في مستوى الدول، وكل الناس عاشت في سعادة وهنا. ودوتة توتة خلصت الحدوتة. وبكده يا صحابي عرفنا إن نيته صافية
دايما ربنا بيقف معاه، وإن الخير دايما بينتصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.